ازيكم عاملين ايه؟ كتير من الناس دايما بتشتكي بتقول انا دايما بحس بتعب وارهاق جدا. خملان على طول، تعبان على طول، مش قادر ارفع دراعي. بحس بوجع في كل جسمي، في كل عضلات جسمي، ووجع في العظم من جوه. ويمكن كتير من الناس منهم بيشتكوا من وجع في عظم القفص الصدري. طيب، بس اللي انا عايز اوضحه لكم ان الجسم ممكن يكون ناقصه بعض الفيتامينات. هتقول لي يا دكتور انا باكل كويس وباخد كل الفيتامينات. عايزك تركز معايا في الفيديو ده لانه مهم جدا جدا جدا. فلنفترض انك انت بتاخد كل الفيتامينات كويس، هل فكرت في مره انك تدور على فيتامين د؟ هتقول لي ايه علاقه فيتامين د بالاعراض اللي انا حاسس بيها؟ كل الاعراض اللي انت بتحس بيها دي هي اعراض نقص فيتامين د. وحابب اقول لك ان تقريبا كتير من الناس او اغلب الناس سواء رجال او ستات في مصر بيعانوا من نقص فيتامين د. ايه الحاجه اللي هتبقى قطعه في ان اذا كان عندي نقص فيتامين د او لا؟ الحاجه اللي هتبقى قطعه تحليل فيتامين د بتعمله في اي معمل، وبيها هتعرف اذا كان انت عندك نقص فيتامين د او لا. طب انت هتقول لي يا دكتور طب ما انا باكل كويس، ازاي عندي نقص فيتامين د؟ طيب ده هيخلينا نروح لنقطة مهمة جدا قبل ما نتكلم على العلاج بتاع فيتامين د، اللي هو حقن الديفارول اس. حقن الديفارول اس طبعا انا عايز بس عشان الكلام كتر على موضوع الحقن دي. الحقن دي بتتاخد عضل ولا بينفع تتشرب، وايهما افضل؟ فانا هشرح موضوع العضل او الشرب دي في الاخر، واقول الفرق وانهي احسن. ولكن لازم اتكلم على فيتامين د واشرح نقط مهمه جدا فيه. طيب، كتير منكم هيقول لي يا دكتور احنا بناكل كويس وما عندناش نقص فيتامين د. ازاي انت بتقول لي انا عندي نقص فيتامين د؟ بص يا جماعه، فيتامين د مبدئيا اسمه فيتامين الشمس. بمعنى انت اكلت مهما اكلت، اخدت كل الحاجات اللي بتحتوي على فيتامين د. طبعا احنا عارفين ان فيتامين د بيبقى موجود في اللحوم الحمراء، الكبده، البيض، اللبن، الاسماك الزيتيه زي سمك السلمون وسمك التونه. الحاجات دي كلها بتحتوي على فيتامين د بكميات وفيره، بكميات تديك احتياجك اليومي. طب فين المشكله؟ زي ما قلت لكم ان فيتامين د ده هو فيتامين الشمس. بمعنى انت اكلت مهما اكلت من الحاجات دي كلها، كل يوم بتاكل لحمه، كل يوم بتاكل بيض، كل يوم بتشرب لبن، ولكن والرغم من ذلك لو عملت تحليل فيتامين د ممكن تلاقيه عندك قليل جدا. مش قليل بس، قليل جدا. طيب ليه فيتامين د اسمه فيتامين الشمس؟ ببساطه شديده، فيتامين د اللي موجود في كل الاكل ده انت بتاخده في صوره فيتامين د غير نشط او غير فعال، وانت محتاج تتعرض بشكل كافي او تعرض جزء كبير من جسمك بشكل كافي لاشعه الشمس. طبعا اغلبنا سواء في المجتمع المصري او في اي مجتمع اخر، يعني مثلا مثلا البلاد اللي ما عندهاش اشعه شمس او ما عندهاش شمس كتير، مثلا زي البلاد اللي في النص الفوقاني من الكره الارضيه بتغيب عنها شمس فترات طويله، الناس دي بتعاني من نقص فيتامين د بشكل كبير قوي، لانهم ما بيتعرضوش لاشعه شمس. اشعه الشمس وظيفته بمنتهى البساطه ان هو بيحول الفيتامين د من الصوره الغير فعاله او من الصوره الغير نشطه للصوره النشطه اللي من خلالها الجسم يعرف يستفيد بيها. يعني انت لو اكلت كل الاكل اللي بيحتوي على فيتامين د وما تعرضتش لاشعه شمس، المحصله بتاعتك هتبقى صفر. واحنا كشعب مصري اغلبنا رجاله وستات ما بيتعرضوش لاشعه شمس. يعني انا مثلا كبسام بنزل الصبحيه مثلا من الساعه 8 9، بركب العربيه من العربيه للصيدليه، من الصيدليه للعربيه بعد ما تكون الشمس غابت، ما بلحقش اتعرض لاشعه الشمس بشكل كفايه. بعض الناس بتحب تلبس القمصان اللي هي بكم، فبالتالي جسمها مش بيتعرض لاشعه الشمس بشكل كفايه. بعض الناس ما بتنزلش من البيت اصلا ولا عندها خلفيه عن موضوع اشعه الشمس اللي لازم تتعرض له، وخلافه من الحاجات التانية اللي عن طريقها او اللي بسببها احنا ما بنتعرضش لاشعه شمس بشكل كافي. طبعا هتقول لي يا دكتور اتعرض ازاي اشعه شمس في الجو المولع نار والحر ده؟ يا جماعه اشعه الشمس مش اشعه الشمس اللي هي بتاعت الساعه 12 واحده الظهر.
اشعه الشمس اللي بتكلم عليها دي بتبقى اوقات معينه، اللي هي وقت الصبحيه قبل ما الشمس تبقى عموديه وتشد، او وقت الغروب زي دلوقتي. ممكن تتمشى كده، الجو مش حر قوي، تتمشى نص ساعه تلت ساعه، جسمك يستفيد باشعه الشمس، على شرط ان يبقى اجزاء كبيره من جسمك يبقى معرضه لاشعه الشمس. زي ما انتم شايفين يا جماعه، انا سواء مشمر الكم او لابس نص كم، دراعاتي وشي معرضين لاشعه الشمس، جسمي هيستفيد باشعه الشمس. طيب يحصل ايه لو انا ما تعرضتش لاشعه الشمس؟ زي ما قلت لك، المحصله بتاعتك هتبقى صفر، انت ما استفدتش باي فيتامين د اللي موجود في الاكل، اللي زي ما قلت من شويه موجود في صوره غير نشطه، لان اشعه الشمس ما وصلتلهوش عن طريق جلدك، عن طريق الجلد، وعملت له تفعيل من الصوره الغير نشطه للصوره النشطه اللي من خلالها الجسم يقدر يستفيد منه. ولذلك هتلاقي ممكن عندك فيتامين د قليل بنسبه كبيره جدا. ونخلي بالنا كمان يا جماعه ان فيتامين د لو عندك قليل بيأثر على المود، ممكن يعمل حالات اكتئاب، وبيأثر على خصوبة الرجال وعلى الرغبة الجنسية. يعني كتير من الناس ممكن تكون بتعاني من قلة الحيوية المنوية أو قلة الرغبة المنوية. لو حل الفيتامين د هيكتشف إن عنده فيتامين د قليل بشكل ملحوظ، على الأقل أقل من 30 وحدة دولية في المعيار بتاع القياس بتاعها. ولذلك ناخد بالنا من موضوع فيتامين د. طيب نيجي دلوقتي لموضوع الحقن اللي هي الديفارول اس، ماشي، واللي زيها اللي هي الدافالين حقن. الاثنين تركيبتهم واحده، والاثنين تركيزهم واحد، اللي هي 200,000 وحده في الواحد مللي، هي في الفايل. ماشي، ايه المشكله دلوقتي؟ بعض الناس تقول لك الحقن يا دكتور مؤلمه، ما بنعرفش ناخدها، نعمل ايه ونتصرف ازاي؟ بعض الناس التانية قالت لك يا جماعه لا، الموضوع سهل وبسيط، اكسر الانبوله على كوبايه ميه، كوبايه لبن، لان فيتامين د من الفيتامينات اللي بتدوب في الوسط الدهني، او من الفيتامينات اللي هي الزيتيه. عندنا في فيتامينات بتدوب في الميه، وفيتامينات بتدوب في الوسط الدهني. معلومه كده في السريع، الفيتامينات اللي بتدوب في وسط الدهني اللي هي بنقولها كلمه دكه، دي اي كي اي، دي وفيتامين الاي وفيتامين الكي وفيتامين الاي، دي من الفيتامينات الدهنيه اللي هي بتدوب في وسط الدهني. فالناس بتقول لك اكسر انبوله الديفارول على كوبايه لبن واشربها، هتحصل على نفس النتيجه بتاعت لو انت اخدتها عن طريق الحقن العضلي. طيب هل المعلومه دي صحيحه ولا مش صحيحه؟ بصوا يا جماعه، انا في فرق ما بين اني انا ادي الفايل كلها عضل فالجسم يستفيد بيها 100%، وما بين اني انا اكسر الانبوله وافضيها على كوبايه لبن واشربها، هيبقى امتصاصها كويس ولكن الجسم مش هيستفيد بيها 100%، الجسم مش هيمتصها بنسبه 100%، وبالتالي فعاليتها وكفاءتها هتقل. فعشان كده بنقول يا جماعه هي الديفارول ممكن تكون بتوجع اثناء الحقن العضلي، ولكن فايدتها اعلى بكتير، انك هتستفيد بكل 200,000 وحده دوليه لو اخدتها حقن عضلي. ولو اخدتها عن طريق انك انت شربتها، تبقى امتصاصها يعني نقدر مش هنقول ضعيف، ولكن انت جسمك مش هيمتصها بنسبه 100%. ولذلك الديفارول اس يفضل تتاخد عن طريق الحقن العضلي العميق، عشان الناس اللي بتخاف من الحقن فبتجيب سرنجات الاطفال وتاخد بيها الحقنه. شرحتها قبل كده في فيديوهات كتير. يا جماعه انت شخص بالغ، المفروض تاخد اي حقنه بسرنجات الكبار مش سرنجات الاطفال، عشان خاطر تستفيد بالحقنه بشكل صحيح، من غير ما تعمل لك مشاكل، من غير ما تعمل لك خراريج. لو عندك اي استفسار سيبه لي في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله هشرحه في الفيديو الجاي، او هجاوبك عليه في التعليقات. لو عندك اي موضوع ممكن نحتاج نتكلم عليه في فيديو، برضه سيبه لي في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله هعمله في فيديو في اقرب وقت ممكن. اشكركم على المتابعه.